طبعا كلكم تعرفون بشر الحافي. بشر الحافي كان محتواه هابط ومحتواه سيء، كان يسير خلف شهواته ونزواته، ولكنه تغير عندما مر عليه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، عندما سأل جارية بشر الحافي قالها: سيدك حر أم عبد؟ قالت له: لا، سيدي حر. قال: فعلا لو كان عبدا لله لخاف الله. سيدي لو كان عبد حقيقي لله سبحانه وتعالى ما يصير خلف شهواته ونزواته لكان خاف الله سبحانه وتعالى، ولكن هو عنده شهوات ورغبات، لذلك هو حر. وش قد اليوم عندنا ناس هم مو عبيد لله سبحانه وتعالى، هم أحرار وعبيد لأنفسهم الأمارة بالسوء. محتواهم سيء وهابط. كل واحد منا لو يراجع نفسه اليوم يلقى عنده محتوى الغيبة والنميمة، محتوى التسقيط. هواي إذا واحد يجي يدور نفسه يلقى عنده. فيا ريت انه في هذه الايام، ايام استشهاد سيد ومولاي موسى بن جعفر سلام الله عليه، انه يحاول يقعد ويشوف محتواه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يقول: انا اليوم والله ايش عندي محتوى هابط وسيء ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي الامام المعصوم سلام الله عليه. اجي اغير من محتواي، اصير عبد حقيقي لله، لانه انا اذا صرت عبد حقيقي لله وما عنده اي محتوى هابط وسيء راح اخاف الله سبحانه وتعالى، واذا خفت الله سبحانه وتعالى ما راح اخذ غيبه، ما اسقط بالناس وباعراض الناس واسقط فلان وفلان. اجي احترم نفسي واحترم الامام، امامي صاحب العصر والزمان، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فخلنا نتأسى بهذه الكلمة، بكلمة سيد ومولاي موسى بن جعفر عليه السلام، الكلمة اللي غيرت محتوى بشر. هذه الكلمة العظيمة: لو كان عبدا لله لخاف الله.